الكويسين كتير بس مش لاقيين بعض. دي تقريبا من احسن الجمل اللي اتقالت، من احسن الجمل اللي سمعتها. بس ده نتيجة ان الناس بقت خايفة من فكرة الجواز في مصر، لان الجواز في مصر اتزرع له صورة نمطية كده تعجيزية بنت 60 في 70 يعني. شقة وعفش ومهر وفرح وخطوبة وذهب وي وي وي. فالناس بقت رابطة الجواز بالقايمة، الجواز بالمهر، الجواز بالذهب، ونست اصلا الفكرة الاساسية للجواز ان واحد وواحدة بيجتمعوا يكون في بينهم مودة ورحمة عشان يبنوا اسرة، عشان دي اصلا دي اساس الحياة. لان احنا حوالينا دلوقتي شايفين الاتنين، سواء الشاب او البنت، ده بيسعى ان هو يبقى ناجح وي 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 وي، والبنت بتسعى اللي هي تبقى سترونج اندبندنت وومن، مش محتاجة لحد. بس في الاول وفي الاخر الاتنين محتاجين لبعض، الشاب محتاج للبنت والبنت محتاجة للشاب. دي حقيقة يعني محدش يقدر ينكرها. فده اللي احنا عاملين مثلا مش اخدين بالنا. احنا شايفين بعض وممكن تلاقي الشخص المناسب قدام منك، بس انت خايف، انت حاسس ان انت مش جاهز. انت عمرك ما هتكون جاهز، خلينا متفقين مليون في المية، عمرك ما هتكون جاهز. ولو انت مستني ان انت تبقى جاهز، يبقى معاك شقتك وعربيتك وفلوسك والدنيا تمام والدنيا وكله فل، وبعد كده تفكر تروح مثلا تدور على البنت الحلال، انت مش هتعرف تختبر اللي معاك، الشخص اللي معاك ده الصح ولا الغلط. ما انت جاي انت ماديا جاهز، انت فين الحلوة وعلى المر؟ يعني احنا المفروض الجواز ده مودة ورحمة على الحلوة وعلى المر. فين المر دلوقتي اللي انت تختبر فيها، اللي انت لو الدنيا وقعت معاك والظروف ضيقت عليك، ما انت الدنيا دوارة، ربك ما بيكرمش على طول وما بيسلبش على طول، يعني ما بياخدش منك على طول. هي الدنيا كده فترات، يوم في الطلع يوم في النازل. فانا عمري ما هكون جاهز، بس على الاقل يكون معايا الشخص الصح، اللي انا لما ابقى يكون معايا الشخص الصح، اللي انا حتى لو مش جاهز وهاخد الخطوة، الشخص ده هيشجعني، الشخص ده هيقف جنبي، مش هيقف جنبي اللي هو يصرف عليا، عشان بس نبقوا فاهمين احنا بنقول ايه. الشخص ده يعني بيبقى مصدر، هيبقى يعني دفع ليا. في شخص انت تاخده ممكن يرفعك السما، وفي شخص تاخده يهبدك سبع سما تحت وسبع ارض تحت. فهي فكرة الجواز الناس كلها بقت مركزة في الصورة النمطية بتاعتنا، اللي هو الحاجات المادية كلها، وثابت الحاجة الأساسية. طب ما انا ممكن اخد شخص غني ويكون الشخص الغلط ويخليني اشوف